الحاجه اللي تنفع تتشال دلوقتي، احنا خلاص بقى ان شاء الله على بدايات مراحل التزهير بتاعتنا الاولانيه في موسم 24. حاجتين او 3 حاجات بالكتير قوي. اول حاجه التزهير اللي هو بيبقى معدي ال3 سنتي، ده يعني ال3 سنتي وانت طالع، ده لازم خلاص خد القرار فيه شيله زي كده. يعني احنا عندنا التزهير ده تمام. وزي ما حضراتكم شايفين يمكن انتوا لو تشوفوا منظر التزهير هتعرفوا من منظره كده هتعرفوا الاصناف اللي تشيل منها يعني. فده ده الطول اللي انا اشيل فيه التزهير فيما فوق. طيب معنى كده ان انا التزهير اللي في الحجم ده من بعد الصباع ده انا اسيبه يعني سنتي بالظبط، ده اسيبه فيما تحت، ما اشيلوش غير في مرحله واحده الا لو انا لقيت البرد لسعه خلاص، فبالتالي ممكن بشيله معايا عشان اخد وقت في الازاله. دي اهم حاجه. ليه؟ لان انا لو استنيت على الشمراخ يطول اكتر من كده وجيت ازيله، الشمراخ هنا اخد، مش هنقول بقى ايه المخزون الغذائي، يعني انا بتحافظ على الكلمه دي برضو، هي مش هياخد المخزون الغذائي قد ما هياخد حاجه تهمني انا كمهندس زراعي، المخزون بتاع المحامض او مش الحامض بقى، الهرمون اللي هو هيديني تزهير من قبة الاوراق الجانبيه. يعني انا النهارده ده كل ما يطول كل ما بيسحب الهرمون بتاع التزهير، فانا لما الحقه بدري كل ما بتبقى فرصه خروج تزهير اسرع وافضل من ان انا اخده من وهو في عمر او في طول اطول يعني. ده بالنسبه للتزهير. الحاجه اللي بعد كده النموات. احنا يا جماعه برضو بعد اذنكم، النموات انا ما ينفعش ان انا اشيل نمو اشتغل عندي حتى لو في صفار. الصفار ده بيبقى ناتج عن تنفس شديد في الليل للشجره نتيجه عمليه البناء الضوئي اللي بتتم في النهار عشان تدفئه الجو. فانت مش معنى ان البرج اصفر يعني معناه ان هو مفيش فيه غذاء، لا. انت النهارده هتبقى عندك برامج سماديه هتشتغل بيها، الشجره مخزونها كويس وانت لازم تعوضها اول باول. النمو اللي انا هشيله الحاجات اللي زي كده، الرفيعه اللي زي كده، او حاجه زي كده لسه ما استوتش وايه ومتقزمه، واللي زي دي ما تتشالش غير في مرحله واحده. لو انا بشتغل على اصناف اجنبي اشيل النمو ده لو عندي 3 ابراج اشيله. طب لو عندي برجين ما اشيلوش. طب لو هو عندي برجين وعندي الشمراخ الزهري او النوره الزهريه طالعه وطويله، شمراخ طالع طويل زي مثلا ما شفنا كده، يبقى هشيل الشمراخ الزهري الطرفي فقط وما اشيلش اوراق. وطريقه الشيل طبعا بتبقى ايد ماسكه وايد بتعمل من فوق كده عشان خاطر ما ينفعش اشيل اوراق، ولازم احافظ على القمه بتاعت البرعم دي مهمه جدا. لازم احافظ على القمه بتاعت البرعم سليمه، براعمها تكون في حاله صحيه تمام، عشان خاطر هي دي اللي عليها العامل في عمليه خروج زهر سريع وقوي. فبالتالي انا ده النموات اللي انا بتكلم فيها. تالت حاجه بقى اللي احنا اتكلمنا فيها وهي الاكروسات. يعني انا اي نمو احس ان في اكروس زي كده، يعني ده نمو مأكرس، ده مأكرس اهوت، ده خلاص ضروري لازم يتشال. طب لما اجي اشيله، لما نيجي نشيل النمو ده نصيحه ودي برضو عن تجارب، ما تنزلش الشبر وشبرين زي ما احنا بنقول في الاوقات اللي فيها نمو خدري. اللي فيها اوقات نمو خدري لا، انزل شبر وشبرين او 40 سنتي زي ما بنتكلم وقص وكل حاجه مفيش مشكله. ليه؟ لان انت في نمو خدري فانت عندك فرصه هتربي نمو وطراحات جديده ووقت تاخد فيه براح. انما دلوقتي انت بتلعب على التزهير اللي هي مرحله واحده اللي بتحصل في حياه الشجره كلها طول الموسم. فلما تيجي تعمل ازاله هتزيل من تحت العقده كده. ممكن ازيلها فوق العقده بالمناسبه، ودي انا برضو ذكرتها في الموسم اللي فات. ممكن بشيلها من فوق العقده في حاله الاكاروس بس. ودي لما بيبقى عندي طراح قصير، لما بيبقى عندي الطراح انا هنزل بيه وشايف ان انا مش متبقي عندي غير برج او 2، فممكن بعمل الازاله من فوق العقده. طب لو الازاله بقى انا الطراح عندي طويل، بشيلها من تحت العقده وخلاص، لان انا عندي البراح بتاعي. ولكن مش معنى ان انا قلت مثلا شيل من هنا
الكل هيطلع ويقول لك لا ازاي ده احنا المفروض ننزل ما هو ده طبيعي، لازم تنزل لان هي دي المنطقه اللي حصل فيها هياج او اثاره للهرمون بتاع التزهير، فطلع لي النموات اللي هي المعكرسه دي. فانت لكن لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل حساب ان انت داخل على دوره التزهير. انت لما مجرد انك شلته الهرمون هيروح محضر على طول برعم، البرعم ده هيكون باذن الله زهري، لان انت في مرحله بتاعه النمو الزهري. فده طلع في وقت كان بدري شويه، كان ممكن كان في شهر 10 و11، انما انت النهارده داخل على شهر 2، فهتلاقي اللي طالع بعون الله يعني هيبقى برعم زهري وليس مأكرس. يعني مش هيبقى مأكرس، بس شرط ان انت بعد ما تخلص عمليه الازاله ترش رشه خاصه بالتطهير النموات دي. يعني اي حاجه بقى هيدروكسيد نحاس ولا جلوكونات نحاس، بعديها بشويه هترش رشه كبريت بكروني مثلا، حاجه كويسه كده عشان خاطر برضو يقللك من موضوع الاقراصه ده والبياض الدقيق. وبعد الرشتين دول هتعمل رشه لتحضير البرعم او تساعد البرعم الزهري اللي هو لسه هيطلع على تخريجه وتزهيره، او ان هو يدي تخريج تساعده على ان هو يطلع نورات زهريه بسرعه قبل ما الجو يدفى عليه. وطول يا رب معانا كده ان الموسم دوت ما يبقاش فيه لخبطه في درجات الحراره في الشهر اللي جاي او اللي بعده، لان انت عارف درجات الحراره ممكن في شهر 2 برضو بتنخفض، ممكن في شهر مارس بتنخفض. فنقول يا رب ان احنا ما نتعرضش للموجات دي عشان خاطر ما يبقاش عندنا مشاكل كتير. اللي انا عايز اقوله وخلاصه الفيديو ان احنا يا جماعه الحمد لله السنه دي الموسم هيبقى موسم خير جدا 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 بقى. وعايز ابشركم هو موسم فعلا في غايه الاهميه، احسن من موسم السنه اللي فاتت كمان. يعني موسم السنه اللي فاتت كان في عندنا مشكله ان الشتاء ده في الليل وفي النهار. احنا السنه دي الموسم الشتاء دافي في النهار لكن في الليل بارد، والبرد بتاع الليل ده بالنسبه لي انا حاجه حلوه جدا وحاجه كويسه خالص، وحاجه هتعلي خصوبه البرعم بالمناسبه. فانتوا لازم تكونوا الحمد لله مطمئنين طول ما الجو ماشي بالوضع اللي احنا فيه حاليا، مفيش درجات البرد اللي هي تضرنا يعني. ده كان كل اللي انا عايزه في الفيديو اللي هو بتاع تاني فيديو ليا في 2024، وان شاء الله يكون موسم خير عليا وعليكم جميعا، ويكون موسم على الامه العربيه كلها، وتكون الامه العربيه كلها في امان وسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.